السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكن بكل خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي الغاليات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم متنوع إن شاء الله بإذن الله. غنشارك معكم وجبة غداء متكاملة وصحية ولذيذة، وأيضا خياطة إن شاء الله، أفكار جميلة في الخياطة للناس اللي كيحبوا الخياطة. كنتمنى إن شاء الله اللي مهتمة بالأمر تابع معي الفيديو إلى الأخير وفرجة ممتعة. وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. اول حاجه غنبداو بها في وجبه الغداء ديالنا هي الروز. غنوجدوا ان شاء الله الروز كلاصي. هاد الطريقه كيجي بها لذيذ وكتنسم الروز وكتخليه يعني لذيذ في الماكله ديالو، ماشي بحال الروز مسلوق عادي. فكناخذوا طنجره او لما كاسروره او لا اناء، المهم اي اناء على النار، كنوضعوا فيه القليل من الزيت، زيت الزيتون او لا الزيت العاديه، شويه ديال البصله، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكركم، وشويه ديال السكينجبير، وشويه ديال بودره الثوم. الا ما كانت بودره الثوم كنحكوا فيه واحد نص ضريس ديال الثوم، ما يكونش فيه النكهه ديال الثوم مجهده. كنشحروا البصله جيدا حتى كتطيح لينا ديك البصله، وكنضيفوا عليها الروز ديالنا من بعد ما نكونوا غسلناه، وحتى هو نشحروه مزيان مع هذاك الخليط ديال البصله والعطريه، ومن بعد كنمرقوا ونخليوه يطيب على عافيه متوسطه حتى يطيب مزيان ويوقف داك الماء مع داك الروز. بالنسبه لكميه الماء راه كيف ما كنعرفوا دائما كاس ديال الروز كنديروا 2 الكيسان ديال الماء. وهذا هو الروز من بعد ما طاب. كيف ما شفتوا حبيباتي راه كيجي مفرق الحبه على اختها، وكيجي منسم، كيجي لذيذ، يعني ما كيبقاش ديك البسوليه ديال الروز. بالنسبه للطبق الرئيسي فهو غادي يكون ان شاء الله سمك الميرلان بالاعشاب. هذه الوصفه كتجي لذيذه بزاف، صدقوني الا جربتوها ان شاء الله راه غادي تنال اعجابكم. اول شيء كناخذوا الميرلان، كنحيدوا ليها السلسول ديالها ولا داك العظم اللي في الوسط، كنخليو غير اللحيمات بيضين فقط، وكندوزو باش نحضروا التتبيله ديال الاعشاب اللي غادي ندهنوا بها السمك ديالنا. انتشأ فيض السعاده لا تكن. غنحتاجوا على بركه الله بصله متوسطه محكوكه، ايضا الثوم على حسب الكميه ديال السمك اللي عندنا، الحامض ايضا على حسب الكميه ديال السمك اللي عندنا. بالنسبه للاعشاب عندنا الزعتر، الزعتره، ازير او لا اكليل الجبل. وبالنسبه للتوابل عندنا الكمون والتحميره والقليل من السكينجبير والابزار والملح. طبعا الكميه ديال التوابل والكميه ديال كل شيء هذا الشيء راه كيبقى على حسب الكميه ديال السمك. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. كيف ما كتشوفوا حبيباتي في اناء كنخلطوا هذيك التتبيله ديالنا، كنحكوا هذيك البصيله، كنحكوا الثومه، كنعصروا الحامض، وكنضيفوا باقي التوابل، وممكن انكم تضيفوا معهم شويه ديال زيت الزيتون. ايضا كنخلطوا كل شيء التوابل حتى كيندمجوا لينا مع بعضهم، وكناخذوا صينيه اللي غتدخل الفرن، كنفرشوا فيها ورق الزبده باش ما يلتصقش لينا السمك مع الصينيه، وكنديروا فوق منه التتبيله ولا العطريه. طبعا الجلده كتكون تحت، وكنديروا التتبيله فوق هذوك اللحيمات البيضين، ووضعته في الثلاجه باش يشرب ديك التتبيله ديالو على خاطرو، على ما نوجد انا باقي المرافقات، لان الميرلان خصوصا دغيا كيطيب، يعني غنخليه هو اخر مرحله، غير ندخلو دغيا يطيب ونخرجو باقي في داك الماء ديالو ماشي ناشف. تبالي إذ تحديت الليالي وإلها من ضمن المرافقات اللي صايبت هي بوطيتوس بالبطاطا حلوه. كلنا كنعرفوا بان بطاطا حلوه راه فيها فوائد كثيره بالمقارنه مع البطاطا العاديه، وهي غنيه واحسن بكثير من الناحيه الصحيه من البطاطا العاديه. فخديت بطاطا حلوه، قطعتها بشكل طولي، درت ليها شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملح، الابزار، التحميره، بودره الثوم، والقليل من الزعتر، وممكن ايضا اضافه السودانيه او الحار حسب الرغبه. وكنخلطوا كل شيء مزيان حتى كيتغلف لينا هذيك البطاطا بهذوك التوابل، وكنحطوها في صينيه ايضا مفرشه بورق الزبده خشيه الالتصاق، وكندخلوها للفران طيب حتى تطيب مزيان، ونقدموها بالصحه والراحه. إله بالمعالي أنت في
ركب الأوائل. يا أخي بالله اسمع، ارتضي الأقدار واقنع. وصوتيت ايضا خضيره متنوعه كيف ما كتشوفوا، عندي شويه ديال الخيزو، شويه ديال الكورجيت، شويه ديال اللوبيا. صوتيتهم في زويته بلديه، وشويه ديال الثومه ومليحه وبزار وشويه كيك ديال الكمون، وكنضيفوا ايضا القزبر معدنوس. لا تكن بالذكر غافل. وفي اخر مرحله صافي ملي تكوني صافي كلشي واجد، يعني غتحطي الغدا ديالك، دخلي السمك يطيب، لانه كيف ما قلت لكم دغيا كيطيب، ولا خليناه فاتو الطياب يعني غادي ينشف لينا في الفرن وما غاديش يبقى ديك اللذه ديال السمك، خصوصا الميرلان. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه دغيا كيوجد وكيبقى طري، وهذوك الاعشاب هذيك الخلطه كتعطي واحد اللذه رائعه جدا. خير تلقى بيننا أعلى المنازل، بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت. وهادو هما الوصفات ديالنا كيف ما شفتوا، راه كيجي ولداد، خصوصا السمك كيجي لذيذ، وحتى هذاك الرز صراحه كيجي لذيذ. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا خديتوا منهم افكار. عيش حياتك بالفضائل وابتسم للغير، تلقى بيننا أعلى المنازل. ودابا ندوزو ان شاء الله لمرحله الخياطه او الفقره ديال البريكولاج. ملي دخل البرد وانا خاصني البنات الغشا ديال الماطلات يكونوا هكذا سخيخنين، وصراحه ما كنلقاش العبار ديالهم في السوق، لان العرض ديال الماطله متر، صعيب نلقى العبار ديالها في السوق. وفي نفس الوقت الاثواب او لا كاليتي ديال الثوب رديئه جدا، والاثمنه مبالغ فيها بشكل عجيب صراحه. فكرت انني نمشي نضرب دويره عند مالين الثوب في الاسواق، ولقيت صراحه هذا الكاشمير بثمن مناسب، تقريبا جوج بياسات او جوج غشيان تقاموا عليا بثمن ديال غشا واحد. بالنسبه للطريقه ديال خياطه غطاء السرير او غشا ديال الماطله، راه عندي فلاشين في فيديوهات القديمه الاولين، غنخلي لكم ان شاء الله اللين ديالو او الرابط ديالو في اول تعليق، راه فيه الطريقه بالتفصيل ممل. المهم راه كناخذوا العبار ديال الماطله والعلو ديالها. هاد المربع اللي كتشوفوني كنقطع راه هو هذوك الركينات ديال الماطله، يعني العلو ديال الماطله زائد 5 سنتيم اللي باش غادي نلمطو. الغير تلقى بيننا أعلى المنازل، بالمصاعب. خديت 6 متر ديال الثوب، خرجت ليا جوج ديال الغشيان وافيين ما شاء الله، وخرجت منهم ايضا جوج ديال المخاد. كيف ما كنعرفوا المخاد راه كتكون فيهم 70 على 50 سنتيم. خيطت الغشا ديالي ودرت لهم لاستيك فقط في الركينات. كاين اللي كيبغي يدير ليه لاستيك كله يدوروا بلاستيك، ولكن انا ما كنفضلش هذاك النوع صراحه. في التلميطه كيجي شويه مكمش من الجناب، كنفضل انني ندير ليه لاستيك في الكوان فقط، كيجي تلميطه مجموعه وواقفه. تكن بالذكر غافل، على درب التفاؤل عيش حياتك. وقدرا واحد النهار خارجه بدون نيه الشراء، وانا نلقى هاد الكوفرليات ما شاء الله مقطنين وسخيخنين وديال فصل الشتاء، ولقيتهم بثمن مناسب وبالالوان اللي زوينين. يعني بناتي راه مبقاوش كيبغيو داك الغوز ودوك الالوان ديال البنيات الصغار، يعني راه كبروا. ولكن سبحان الله لقيت واحد ديال جوج بلايص وواحد ديال بلاصه، يعني مختلفين في العبار. فاذا بيا كطيح لي واحد الفكره، قلت اجي ما فيهمش المخاد، غادي ناخذهم ان شاء الله، وغادي نصغر هذاك الكبير نرجعو قد خوه، وداك الباقي اللي شاط لي ديال الثوب غادي نخرج منه جوج مخيدات. وفعلا الحمد لله كفاني وخرجوا لي جوج مخيدات. كن على درب التفاؤل عيش حياتك بالفضل. وهما كيف ما كتشوفوا راني مسرحاهم في الارض، راه واحد كبير وواحد صغير. اول حاجه درتها هي انني حيدت لي هذاك البي باش جامعينه من الجناب، عاد نقطع باش نكمل انا من بعد نجمع به نفسه، نجمع به هذاك اللي قطعت اولا البلاصه اللي قطعت. انت في ركب الاوائل، كن على درب. وبالنسبه لطريقه التقطاع كيف ما كتشوفوا راني رونديت هذوك القناه باش يجي بحال الاخر تماما. وهذاك البي كيف ما شفتوا بلا ديك السينته باش غادي فيني راها صاينه باش هكذا تكمل لي الدوره، ماشي نقطعها ومن بعد خصني عاوتاني نرقعها تبقى تما باينه، يعني كتبان بانها راه ملقمه او لا
مرقعه. وبالنسبه للمخاد كيف ما شفتوا راني خيط الثوب ديال الفوقاني او الثوب ديال الوجه درت به المخده، والثوب الدخلاني خديت منه اشرطه طويله درت به بحال البيه حتى هو، وفينيت به المخاد من على برا. عش بالحب فيهم ترتقي عرش الفضل. وهادو هما الغشيان كيف ما كتشوفوا راه كيجيو فينين، وهذاك اللاستيك كيخليهم ثابتين واخا الوليدات يتحركوا ولا شي حاجه راه ما كيتململوش من بلاصتهم. وهذه هي النتيجه النهائيه. كنتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وكيف العاده كنضرب لكم موعد فيديو جديده. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.